انضمت شخصيتان جديدتان للمسلسل، فمن هما وما دورهما وكيف ستتحرك الأحداث بعد هذين الانضمامين؟ هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها معكم في هذا المقطع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بكل جديد يخص المسلسل من إعلانات، تحليلات، توقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وكذا فالإعجاب بالمقطع يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا الجديدة لكم على الصفحة الرئيسية لليوتيوب. مشاهدينا الكرام، لقد انضم للمسلسل ممثل وممثلة. أما الممثل فهو ياغيز جان الذي سيلعب دور أخ يلماز وابن أخت نديمة ليتو. أما عن سبب حضوره فمن الممكن أن تكون نديمة هي التي استدعته لغاية في نفسها أو ليساعدها على ضبط يلماز الذي أصبح يهاجم بلا توقف. ولو كانت لن تستطيع إيقاف يلماز فوجود ابن آخر من أبناء أخيها الذي سيسمع كلمتها سيساعدها في ضبط الأمور. وإن كانت ملامحه أي ملامح الممثل ياغيز جان لا توحي بالشر وكاريزما الشر، لكن لننتظر، فالحلقة على بعد يومين وسيتضح كل شيء. أما بخصوص الشخصية الثانية فهي داملا التي توقعنا معكم حضورها في أحد المقاطع الماضية، وفعلا هي ستحضر في الحلقة المقبلة. ومن مشاهدها في الحلقة لقاء بينها وبين ابن عمها فكرة، ومن المحتمل أن تكون خطيبته السابقة أو شيئا من هذا القبيل، لأنه واضح أن زواج فكرة وعائشة كان رغما عن العائلة، أي عن عائلة ليتو. والممثلة التي ستلعب دور داملا ليتو هي خيال كوسي، وهي ممثلة تبدع في أدوار الشر والمكائد، فدورها سيكون آسيا الصغيرة، والدور حقا سيليق على الممثلة وستبدع فيه. وكما شاركناكم في مقطع سابق، قد تكون هناك غيرة بين بنات ليتو، أي بين زينب وداملا، وقد تكون طرفا ثالثا في علاقة زينب وخليل إبراهيم. فما رأيكم بذلك؟ مشاهدين الكرام، لا تنسوا مشاركتنا بتوقعاتكم في التعليقات. وصلنا إلى نهاية المقطع، إلى اللقاء.